بالشوية الصغيرين دول لو ضفتيهم للوصفة بتاعتنا هتقلب معاكي موازين الوصفة كلها، انسى اي وصفة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، كل سنة وانتم طيبين. فيديو النهاردة مميز جدا 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 لان وصفتنا النهاردة مش عادية. الوصفة بتاعتنا انا جايبها لكم من عند العطار مباشرة على طول عشان تستفادوا ان شاء الله وتجربوها وتعملوها وتعجبكم. بالشوية الصغيرين دول على طرف المعلقة لو ضفتيهم لبودرة الصوبيا بتاعتنا هتقلب معاكي زي ما قلت لكم في بداية الوصفة موازين الوصفة كلها. انسي اي وصفة للصوبيا انت عملتيها قبل كده او هتعمليها، انا جربتها وبصراحة انبهرت من جمالها، وان شاء الله هتعمليها على طول. وانت كمان مش هتعملي غيرها ان شاء الله، هتعتمديها دايما معاكي في رمضان ومش هغيرها ومش هتغيريها ابدا. يلا بينا بقى نشوف بودرة الصوبيا بتاعتنا اللي مش هنستغنى عنها ابدا طول شهر رمضان. هنحضرها ازاي؟ بس زي ما تعودنا نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كمان ما ننساش ندوس لايك اللايك اللايك، واللي ما اشتركش يشترك في القناة ويفعل الجرس الكل عشان يوصلوا كل وصفة انا بنزلها على القناة. يلا بينا بقى نبتدي ونقول بسم الله. وهنجيب اي كوباية عندنا سواء كوباية معيارية او كوباية عادية. الكوباية اللي هتستخدميها في كل المقادير اللي انا هقولكوا عليها. اول حاجة هنجيب قد ايه يا بنات؟ هنجيب كوباية ونص من السكر البودر. تمام، لازم يكون سكر بودر منخول. هنجيب ايه تاني؟ نص كوباية جوز هند. عارفين جوز الهند؟ بس انعم حاجة انا لو جبت، شايفين يا بنات انا جبته وطحنته كمان في المطحنه بتاعه الخلاط عشان انا عايزاه ناعم، لو لقيتيه عند العطار ناعم هاتيه. هنجيب ايه كمان؟ نص كوبايه او كوبايه الا ربع لبن باودر. تمام. هنجيب كمان نص كوبايه كريم جانتيه اللي هي الخام، لو ما فيش وفي اللي هي الكياس تمام مفيش مشكله، هنعايرها بنص كوبايه. دي يا بنات دي دقيق رز. ايه دقيق الرز؟ يا اما تشتري جاهز يا اما هنجيب الرز ونغسله كويس ونسيبه لما ينشف ونطحنه. هناخد منه قد ايه يا بنات؟ معلقتين. هنجيب كمان ايه؟ كيس فانيليا. شايفين؟ كيس واحد بس على المقدار دوت، ما تزوديش عشان الفانيليا ما تمررش معانا. السر بقى اللي انا قلت لكم عليه في بدايه ايه هو بقى يا بنات؟ شايفين ده اسمه قصنص جوز الهند، مش سايل، ده بودر. القصنص ده بيودي الصوبيا بتاعتنا في حته تانية. لو ريحته قويه حطي منه ربع معلقه على المقادير دي. لو ريحته مش قويه جبتيه وحسيتي ان هو مش ريحته قويه ممكن تحطي نص معلقه او معلقه، بس انا ريحته قويه فحطيت منه ربع معلقه صغيره على المقدار ده كله. بص بيودي كأنك جايبه الصوبيا دي فعلا من بره، كأنك جايباها من شركه. هنقلب كل المقادير دي على بعض وهنبدأ نجيب برطمان نضيف يكون مفيهوش ولا نقطه ميه، ونبدأ نقسم العيار بتاعنا. انا هقسمه على 2. ليه يا هبه هتقسمي على 2؟ هقول لكم. لان انا ابني بيحب الصوبيا بالشوكولاته. في صوبيا بالشوكولاته جربيها وهقول لك هتعمليها ازاي وطعمها. هي مكون واحد هتحطيه على الصوبيا اللي احنا عملناها مع بعض هيديكي بقيه صوبيا شوكولاته. تعالوا بقى نشوف المقدار ده اللي احنا عملناه هيطلع معانا قد ايه. والله يا بنات والله هيطلع معانا 600 جرام. بص ده 593، قولي 500 جرام. تمام، انا بوزنه قدامكم عشان تشوفوا. وده 326، قول 300 جرام. يبقى 600 و300 900. قولي انا كمان هشيل منهم عشان معيار، عشان البرطمان مثلا ممكن يكون هو وزنه اكتر، يعني من 600 ل 700 جرام. بصوا من كام كوبايه عملنا قد ايه. طبعا الصوبيا غاليه جدا، انا سامعه عنها ان هي ب120، فليه احنا ما نعملهاش في البيت؟ ايه هو المكون اللي انا قلت لكم عليه عشان هتخليها صوبيا شوكولاته؟ نسكويك. هتجيبي كيس او كيسين زي ما بتحبي غمقينه. انا حطيت كيس وممكن ازود كمان كيس تاني بس انا ما كانش عندي. بس انتي لو بتحبيها فاتحه، صوبيا فاتحه، شوكولاته فاتحه، هتحطي كيس على المقدار دوت. تمام. لكن لو غامقه انت هتقسمي ممكن يعني تاخدي النص او الربع والتلات ارباع او النص والنص زي ما انت عايزه. تعالوا بقى نشوفها لما هنيجي نعملوها هتشوفي شكلها ايه. وبجد بجد ريحتها خطيره. على كل كوبايه لبن يا بنات هتحطي قد ايه؟ هتحطي معلقه صوبيا كبيره. تمام. ممكن تحطيها بلبن، ممكن تحطيها بميه لان احنا حطينا لبن بودر. ممكن ميه ولبن براحتك طبعا خالص، بس انا بحبها عشان يبقى ليها قيمه غذائيه بحط لها كمان لبن. بصوا شايفين الوش ده؟ الوش بتاعها بعد ما اتضربت بصوا خطيره كانك بتاكلي ايس كريم. هعمل الصوبيا التانية برضو اللي هي بالشوكولاته. برضو على كل كوبايه لبن انا هحط قد ايه؟ هحط معلقه صوبيا كبيره.
تمام. ممكن تحطي ميه ومعلقه الصوبيا لان احنا حاطين لبن بودر فمفيش مشكله. بصوا الجمال، بجد بجد خطيره خطيره، جربيها هتعجبك قوي وقوي قوي، وهتعتمديها في رمضان بتاعك ومش هتغيريها، هتفضلي تعمليها طول رمضان. بجد حاجه جميله وهتعجبك قوي، وطعمها فعلا كانك شاريها من بره. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. كل سنه وانتم طيبين. نشوفكم في فيديو تاني بوصفات تانية وافكار تانية من قناه هيبو كيتشن. باي باي، مع السلامه.